حياكم الله. عدنا إليكم من جديد في برنامجنا من صميم الأحداث. إشكال اليوم هو إشكالي يتعلق بسيادة الدول، ويتعلق بالفاجعة التي حلت بالمغرب، والتي عبرت أو نقلت المحبة التي يكنها العالم للمغرب والمغاربة، والتي تمثلت في التضامن الدولي الواسع للمغرب من كافة بقاع العالم، إلا أن بعض الدول خرجت عن المألوف، لم تفهم قواعد العلاقات الدولية المؤسسة على حق كل الدول في اتخاذ قراراتها ضمن مفهوم السيادة الوطنية التي تبقى إحدى المبادئ الأساسية التي تنظم علاقات الدول داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. هذه العلاقات التي تبقى المحددة والتي لم يستصغها بعض الناس خصوصا فرنسا، هي موضوع نقاشنا اليوم، أي الموقف الفرنسي اللي قاسوا السعار تجاه شيء لا نفهمه. المغرب مارس سيادته من موقع الدولة المستقلة التي تحكمها نظم ودستور وقواعد محددة للعلاقات مع الدول قائمة على الاحترام. فرنسا خرجت عن قاعدة الاحترام، والإعلام الفرنسي خرج عن قاعدة الاحترام كذلك، بل أنه أصيب بالسعار تجاه موقف مارسه المغرب في موقع السيادة. أكيد أن المجتمع الفرنسي يقف عكس التوجهات الرسمية اللي أعنت عليها مجموعة ديال اللي أعلن عليها الرئاسة الفرنسية أو الإعلام الفرنسي، لأن ما يقع هو أن المغرب وإن كان قد أصيب بالزلزال الفاجعة التي خلفت مئات القتلى وكذلك الجرحى وخسائر بالجملة، له حق التقدير أولا في باب احتياجاته، وثانيا في باب صداقاته. ما لا يفهمه الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية على أن السياسة الدولية تبدلت، فالعلاقات الدولية لم تعد علاقة مبنية على الإيديولوجيا أو على سياسة الأحلاف، بل قائمة على صداقات. كما يقال في العلاقة الدولية: لا صديق دائم ولكن هناك مصالح دائمة. فالسياسة هي المصالح والمبادئ هي المصالح، والسياسة متغيرة بتغير المصالح التي تربط العلاقة ما بين الدول. والمغرب في إطار ارتباطه بقضية الوطن الأولى كان لا بد أن يعدل مجموعة من المواقف تجاه السياسات المعادية للوحدة الترابية المنتهجة من طرف مجموعة من الدول وضمنها فرنسا المنحازة للجزائر، لأن سياسة العصا أو اللون البرتقالي هو ليس لونا أصليا، بل هو لون يعني دخيل، هو لون ميلونجي يعني مركب وليس لون أصيل. فالسياسة إما تكون كحل أو بيض في العلاقة مع المغرب أو مع أي دولة أخرى. هذا ما لم تستسيغه فرنسا، وبالتالي فلا يمكن بمنطق الأخلاق السياسية أن يتحول الشرير إلى فقيه. لا يمكن أن يكون الشرير فقيها في نفس الوقت، فإما أن يكون شريرا أو فقيها في اتجاه هذه العلاقات. والعلاقات الفرنسية المغربية مرت بمجموعة الأزمات اختبرت فيها هذه العلاقات، بدءا من مشكل التأشيرة، مرورا بمواقف المتعلقة بقضية الصحراء، وصولا إلى الصدام الاقتصادي في غرب إفريقيا. ما لم تقبله فرنسا هو حضور المغرب اقتصاديا على مستوى القارة الإفريقية في مقابل انكماش المد الفرنسي ضمن سياق هذه القارة السمراء. هذا الانكماش الناتج عن السياسة الفرنسية المنتهجة في فرنسا والقائمة على محورين ثلاث: المحور الأول جلب الفقر لهذه الدول، المحور الثاني
وهو الدفع في اتجاه الأمية التي تعني استدامة التبعية واستدامة السيطرة على الخيرات الفرنسية. والمحور الثالث هو نهب الخيرات ديال القارة الإفريقية. أكيد نعيش اليوم صحوة على مستوى القارة الإفريقية، صحوة وهبة شعبية ممكن تلمسها في مجمل السياسات المناهضة للاستعمار الفرنسي داخل القارة الإفريقية، بدءا من النيجر فمالي فبوركينا فاسو وصولا إلى الغابون. إذن كاين مجموعة من الدول أعلنت التمرد. تلك الطبقة الجاهلة اللي كانت في أوروبا اللي في إفريقيا والتي كانت تقاد عبر انقلابات عسكرية تحولت إلى فئة واعية بمصلحة إفريقيا أن لا يمكن حلها إلا ضمن إفريقيا وضمن الخريطة ديال الدول الإفريقية في إطار مصالحها اللي ما كتحافظش عليها فرنسا، مادام أن فرنسا ما يهمها في إفريقيا هو خيراتها. وبالتالي دائما البحث عن إعادة تجديد السيطرة الإمبريالية على القارة الإفريقية واللي هي السياسة اللي كتنهجها فرنسا. فما وقع من حملة إعلامية لا مبرر له. المغرب مارس سيادته، من حقه أن يقبل المساعدة أو يرفض المساعدة. الشيء الذي لم يستسيغه الدولة الفرنسية ولا الإعلام الفرنسي اليميني الحاكم، كان من الأجدى على فرنسا أن تنهج نهج السياسة الواقعية اللي نهجتها إسبانيا وكذلك اللي نهجتها ألمانيا. لكن ما وقع هو أن هذه السياسة غلفت بمصالح الحفاظ على المصالح سواء في العلاقة مع الجزائر أو في العلاقة مع المغرب من خلال لغات الوسط، شد الوسط، العصا من الوسط. هذه السياسة لن تنفع في شيء ولن تقدم أي شيء، لأن المطلوب هو الوضوح في السياسة وفي العلاقات الدولية. حتى لو هضرنا على قواعد ديال الأمم المتحدة، فالأمم المتحدة ومجلس الأمن يتبنى الموقف المغربي الداعي إلى نوع من الاستقلال في إطار السيادة المغربية، أي نوع من الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية اللي في نهاية المطاف كتحافظ على الوحدة الترابية للمملكة كما تحافظ على الوحدة الترابية للمملكة الإسبانية اللي رفضت بقوة السلاح انفصال إقليم الباسك عن السيادة الإسبانية. فكلها تدخل ضمن الحفاظ على الوحدة وضرب فسيفساء التقزيم اللي كتعيشوا إفريقيا واللي كيعيشوا العالم بخلق مجموعة من الدويلات الصغيرة التي لا تقدم أي شيء جديد بالنسبة للشعوب ديال هذه القارة التي تعاني الويلات، مادام أن الحروب اللي كتعيشها إفريقيا هي حروب مصدرة من قبل فرنسا ومن قبل الاستعمار القديم الجديد المتمكن من الخيرات الفرنسية، من الخيرات الإفريقية. هذا الباب لابد من التذكير على أنه ما تعيشه حاليا إفريقيا هو نتاج هذه السياسة. فالإرهاب اللي كتعيشه إفريقيا هو بسند، وأقولها وأتحمل فيها المسؤولية، من المخابرات الفرنسية اللي كتحاول تزرع الفتنة داخل القارة الإفريقية. المغرب قرر بفضل الحكمة ديال صاحب الجلالة نصره الله على أنه ما يمكنش نهضر على لون رمادي في العلاقات الدولية. هناك شراكة أو هناك قطيعة فيما يخص هذه الشراكة، بمعنى أن صاحب الجلالة في خطاب اللي كان لقاه في ذكرى ثورة الملك والشعب حط مجموعة القواعد في العلاقة مع الدول، واعتبر أن الموقف من الصحراء المغربية هو أساس لكل العلاقات القائمة مع كافة الدول وكافة الصداقات اللي كتراسيها المغرب مع جميع الدول، حينما قال جلالته أن الموقف من الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، بمعنى أنه لا مجال لمحاولة اللعب على أوتار متعددة لم تقدم الحل في عهد ساركوزي حتى للداخل الفرنسي. الداخل الفرنسي يعيش أزمة خانقة، وآخر المعطيات وهو ذاك الانحصار ديال الشعبية ديالو في إطار السونداج أو اللي دار على صعيد فرنسا. وكذلك اليوم أعلنت النيجر انتهاء المد الفرنسي داخل النيجر بطرد السفير الفرنسي اللي أعلن ساركوزي أنه اليوم سيغادر النيجر
وكذلك سحب القوات الفرنسية من النيجر مع نهاية هذا العام هذا. إذن هي اندحارات داخلية واندحارات خارجية كتعيشها السلطة في فرنسا نتاج هذه السياسة الاستعلائية اللي ما كتحاولش تراعي ولو القدر البسيط من مصالح الشعوب ديال الدول الإفريقية اللي عانت الويلين من الاستعمار اللي ما خرج من الباب ولكن دخل من السرجم وبقى محافظ على المصالح ديال فرنسا داخل هذه القاره الافريقيه. اكيد في المغرب ما غنساوش مجموع التاريخ لا يرحم، ولن ننسى اتفاقيه اكس ليبان، ولن ننسى وقوع المغرب تحت السيطره ديال المصالح الاستعماريه الفرنسيه حتى بعد الاستقلال، ولن ننسى مواقف الشعب المغربي تجاه مقاطعة السلع الفرنسية اللي اتخذت في مرحلة المقاطعة. كل هذه الأشياء كتعبر على مواقف رافضة للوجود الفرنسي والهيمنة الفرنسية على الاقتصاد ديال الدول الإفريقية وعلى الاقتصاد المغربي. لنأخذ بالنسبة لنا لكنا نكونوا واقعيين أن إذا كانت الدول الأوروبية حاليا ولا أمريكا كتعيش طرف والشعب كيعيش طرف، فعلى ظهر دول العالم الثالث ما يسرق من العالم الثالث يعطى للشعب الامريكي والشعب الفرنسي وغيرها من الشعوب ديال الدول الاستعماريه. الا خلاونا ترونكيل اكيد غنعيشوا الطرف الوطني وغادي نستافدوا من الخيرات ديالنا اللي كيديوها بثمن بخس ان لم نقل بعض الحالات فابور. اذا فما تصدره فرنسا هو الويلات للشعوب الافريقيه، والمطلوب هو هبه افريقيا تحرريه من الربقه ديال الاستعمار الفرنسي. اكيد استعمار، ولكن كما قال الرئيس الروسي على الاقل ما كنلقاوش واحد الانغلوفون كيحرق اوروبا. بار كونتر كنلقاو لي فرانكوفون اي المستعمرات الفرنسيه كلها كتحرق اوروبا، نظرا لان لم تصدر فرنسا للدول المستعمرات السابقه الا الفقر والجهل، لأن بالجهل كتضمن الاستدامة ديال السيطرة على الموارد والخيرات ديال إفريقيا، وكذلك كتخلق نخب تابعة للسلطة الفرنسية. والدليل هو ما وقع في النيجر وكيف أصيبت فرنسا بالسعار من إعلان النيجر تحررها من الاستعمار الفرنسي. فهذه هي السياسة العامة اللي كتنهجها فرنسا تجاه الدول الإفريقية. وبالتالي باش غادي تعطي دروس للدول فالمفروض أن تقدم دروسا لنفسها وتخلي هذه الشعوب تقرر مصيرها. أن نقبل المساعدة أو لا نقبل هادشي شغلنا، وإذا عندنا مشاكل داخلية كنحلوها داخليا، ولكن لن نقبل بتدخل فرنسي في الشؤون الداخلية للمغرب. المغرب بلد ذو سيادة، كتحكموا نظام دستوري ملكي، كيحكموا نظام برلمان، كتحكموا حكومة، والتعاون مع المغرب يكون عبر المنابر الرسمية والمؤسسات الرسمية. أن يتم القفز على المنابر الرسمية معناه إلغاء السيادة المغربية، وهذا غير مقبول في منطق العلاقات الدولية. رسالة تكون واضحة لفرنسا تعبرت لها البارحة من مدينة الرباط في الوقفة الاحتجاجية اللي تنظمت أمام السفارة. البارحة كذلك وقعت دفاعا على فرنسا، وقعت مناوشات على صعيد ملعب مراكش، بحيث أنه المقابلة اللي شهدها ملعب مراكش ما بين الكوكب المراكشي والمغرب الفاسي هز التيفو ضد الوجود الفرنسي. أكيد أن الشعوب الإفريقية وعات بأن أساس المشاكل ديالها يأتي من قصر الإليزي ويأتي من فرنسا، فأعلنت العصيان والتحلل من هذه السياسة الاستعمارية واللي زكتها أحداث الزلزال. بدل أن تقف فرنسا موقف داعم للسيادة المغربية وتوقف مع الضحايا ديال الزلزال، قامت عبر أبواقها الدعائية اللامسؤولة والإعلام اللامسؤول إلى خوض واحد الحرب هوجاء ضد المغرب وضد السيادة المغربية
وضد كل ما هو مغربي خدمة لأجندات اللي صرفتها عبر البرلمان الأوروبي وتحريض ضد المغرب، واللي كانت بداية ديال القطيعة الدبلوماسية، إنما نقول البرود الدبلوماسي اللي هو اللي كاين حاليا ما بين باريس والرباط. ولنا موعد في موعد آخر إن شاء الله، ودمتم سعداء، ولنا عودة إلى موضوع جديد وحلقة جديدة إن شاء الله في القريب العاجل.